الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق لعمل صالح فيقبضه عليه. فعلم من ذلك أن جميعا سنذوق الموت وأن سنصير إليه، والموفق من وفقه الله عز وجل أن يموت على الإسلام والسنة وعلى صبر على ابتلاءات ومنغصات هذه الدنيا. وقد أفزعنا بنبأ وفاة العم الفاضل صالح اللحجي الذي له جهود في الدعوة السلفية، وكان ثبتا ومناصرا في الدعوة في دماج وفي مركز أخينا الشيخ مرتضى رحمه الله تعالى، وشارك في كتاف، وأبناؤه على خير: عبد العزيز وعبد الرحمن، وأصهاره طلاب علم في الحامية على خير، وزوجته تلك المرأة المربية أم عبد العزيز القائمة بجهود في الدعوة، وقد صبرت في تمريضه حقبة من الزمن حين أن اشتد به المرض. وهذا الرجل مفخرة لأهل السنة والجماعة، فنسأل الله أن يصبر أهله وذويه. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فليصبروا وليحتسبوا، ونسأل الله أن يخلفه في عقبه وأن يرفع درجته في عليين. وقد كانت وفاته فجر هذا اليوم الخميس 19 من جماد الأولى لعام 1446 هجرية بباقي دار بزنجبار بساحل حضرموت باليمن. نسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته ويرفع درجته في عليين.